المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زيق اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان، فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان، وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيك ورسولك، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيك ورسولك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وهب لعبدك وخليلك وحبيبك وخديم رسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وخليله وحبيبه عليه الصلاة والسلام بآله وصحبه ما أحببته واخترته ورضيته له في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر، قبل الهبة وعند حصولها وبعد حصولها أبدا آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واقض بسره حوائجي جميع ثم أهلي وعيالي يا سميع، وكل من طلب مني الدعاء في حاجة يا من يجيب من دعا. رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ، خط أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ. يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هادي الرداء. وأسبلن علينا رب عافية وهب لنا القصد في الدارين يا الله، وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله، وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله، وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله. واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا، واطرد لنا الجن والشيطان يا الله، وكملا كل ما ننحو ونقصده، وهب لنا كل ما نختار يا الله، ورد لنا كل ذي صعب وذي حرن، ويسرا كل ذي التعسير يا الله. طول لنا عمرنا صحح لنا بدنا، وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله. ودمرا كل أعداء تضر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله، وكن لنا عاصما من كل مهلكة، ونجنا من بلايا الدهر يا الله. يا من على كل شيء قادر وعلى العرش العظيم استوى بالقهر يا الله، إني سألتك قلبا خاشعا متواضعا وعلما كثيرا النفع يا الله، وتوبة قبلت مع مكنة رفعت مع زوجة صلحت بالدين يا الله،
وكن معيذا لنا من شر ذي حسد مع شر فم وشر العين يا الله وشر سحر وشر الخلق إنسهم مع جنهم ودوات السم يا الله إني جعلتك في الدارين يا ثقتي حصنا عصينا فكن ملجاي يا الله فلا تكلني إلى نفسي فأهلك كن مجيبني حيثما أدعوك يا الله لي جملن ظاهري وباطني بطاهري يا ماحيا كبائري بجاهه ولممي يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص مهيلة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول وأصلحا أمة خير مرسل وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عافي كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم أوصل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني الظلم لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مخجل من لم يسلموا كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل قد لهم النصر العزيز عاجلا وبشرنهم عاجلا وآجلا قد لهم النصر العزيز عاجلا وبشرنهم عاجلا وآجلا قد لهم النصر العزيز عاجلا وبشرنهم عاجلا وآجلا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رض لهم من بارا نجي عيال المصطفى بعد صلاة مع سلام من عداهم القلاه يسر لهم به الذي تعسر فكل ما يسرته تيسرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب ندفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيمن رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحم حمانا وتجاوز عنا وأنزلا يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر نقم وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تواخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يظهر قلوبهم ليست تميل أبدا قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك ها هنا ثم غدا لكنما تلذذ الجوارح أفضاهم لأقبح القبائح فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم هب الذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب يا رب يجعل المريدين معا في حصنك الحصين والشمل اجمعا ملك جميعهم نفوسهم بلا شيء يضر والمساع يقبلا واقض حوائج الذين داموا في خدمتي وهب لهم ما راموا وارزقهم الإيمان والإسلام والفتح والإحسان واستسلاما وجازهم عني بالغفران وبالكرامات وبالرضوان واجذبهم إلى الهدى والخير واصرفهم عن الردى والضير واغفر لهم كل لغى وذنب وهب لهم معا صلاح القلب وكن معينهم على أمور الدين والدنيا مدى الدهور ولا تواخذهم بما قد أجرموا
في السر والجهر فأنت الأكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يزيل عنهم دنسا وقبحا وهب لهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم واصرف قلوبهم إلى الطاعات بالعلم والعمل في الأوقات بجاه أفضل الورى محمد وحق شهر رمضان الأمجد وحق آله وصحبه جميع وحق كل ذي عبادة مطيع. اللهم انصر ولي أمر المريدين الخليفة العام للطريقة وكن له وليا ونصيرا واحفظه بما تحفظ به عبادك وأولياءك الصالحين وطول بقاؤه فينا وامدده بالصحة والعافية وزده قوة إلى قوته حتى يتمكن من تحقيق مشاريعه الإسلامية والخديمية. وأعن اللهم كل من يساعده ويعينه على أداء مهامه من أقارب وأتباع ووفقهم لما فيه مصلحة المريدين والمسلمين جميعا. اللهم احفظ ولاة أمور الدين والخلفاء في البلاد وهب لهم الصحة والسلامة والعافية ووفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم اجعل التوفيق والسداد لولاة أمور الدنيا في البلاد واكتب لهم التيسير في كل الأمور وسدد خطاهم ووفقهم لما فيه مصلحة البلاد والعباد. اللهم احفظ بلادنا وأدم علينا نعمة الأمن والإيمان وافتح علينا بركات الأرض والسماء ومتعنا بالحياة الطيبة والاستقرار والأمان. اللهم يا ربي يا سميع يا قريب هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة. يا من أجاب من استجاب هب لي إجابة في ذا النداء يا ذا الجلال يا متعالي يا خير والي أجب دعائي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي صلاة تقضي لنا بها جميع الحاجات عاجلا وآله وصحبه وأسنى خديمه وسلم تسليما. بارك ورحمة الله.